مساء الفل يا رجالة. احنا في اواخر مايو 26. سوق الانتقالات في اوروبا لسه ما لقطش انفاسه، بس اتلتيكو مدريد ناوي السنة دي ان هو يقلب الترابيزة على كبار اوروبا، داخل بالتقيل. السنة دي الاخبار كلها بتزيد عنه، وفي اخبار والكلام بيتقال كتير جدا عن صفقات تقيلة هتتعمل لاتلتيكو مدريد. فتعالوا نمسك المراكز اللي سيميوني واتلتيكو مدريد ناويين يفوروها، ونشوف الاسماء المرشحه والمطروحه في وسائل الاعلام، وهل من وجهه نظري هل لو جت هل هتفيد ولا هتضر. معاكم موكا، ويلا بينا على الفيديو. المركز اتلتيكو مدريد حاطط عينه عليه هو مركز الباك الشمال. اتلتيكو مدريد والصحف الاسبانيه عموما بتتكلم عن ماركو كوريا الباك، باك شمال تشيلسي معروف جدا جدا، بس في خناقه عليه لان تشيلسي مع ادارته الجديده مش هيفرطوا فيه بسهوله. يعني يوم ما اتلتيكو هيروح يتفاوض معاه ممكن بتتكلم في 70 80 مليون مثلا، تقريبا في 70 80 مليون. ده اذا كان يروح اتلتيكو مدريد عندها نيه في التفاوض مع ماركو كوريا، وعرفت ان اتلتيكو مدريد حاطط ماركو كوريا كهدف الرئيسي الموسم ده ان هو يتعاقدوا معاه. نروح بقى في حته هل هيفيد ولا هيضر. بالنسبه لي طبعا ماركو كوريا لعيب كويس جدا جدا، لعيب هيفيدك جدا جدا جدا، لعيب جرينتا من الدرجه الاولى. روحه وقتاليته في الملعب راكبه مع دماغ سيميوني، فدي حاجه كويسه جدا جدا جدا، وهيحل لك مشكله الجبهه الشمال اللي كنت بتعاني منها طول الموسم، واللي عانيت منها في مباراه نهائي الكاس قدام ريال سوسيداد، ودي كانت سبب من اسباب طلوعك من وخسارتك في نهائي الكاس امام ريال سوسيداد، هي الجبهه الشمال. فماركو كوريا لعيب كويس جدا جدا، اديله العلامه الصح ان هو الضوء الاخضر وان هو يجي وهيفيدك بنسبه 100% مع اتلتيكو. لنص الملعب، نص الملعب هو الشغل الشاغل في اتلتيكو مدريد الموسم ده اتلتيكو مدريد عايز دماء جديده وروح جديده تشيل الفرقه بعد ما كوكي وباقي الرجاله خلاص ما بقوش قادرين ان هم يشيلوا الحمل البدني لوحدهم. ففي صفقتين، والرادار جايب صفقتين مهمين جدا جدا، وفي صفقتين عليهم العين الفتره الاخيره دي كلها. الصفقتين هم جواو جوميز لعيب وولفرهامبتون، واليكس جارسيا لعيب باير ليفركوزن. صفقتين مهمين جدا جدا جدا. لو اتكلمنا وبصينا هل هيفيدوا ولا لا، فلو رحنا عند جواو جوميز، فجواو جوميز لو جه، هو بالمناسبه هو الاقرب ان هو يجي بحسب كلام الصحف في الاخبار الكتير جدا جدا. بكلام الصحف في الاخبار بتقول ان هو خلص كل حاجه شبه رسميه مع اتلتيكو مدريد. فلو جه بالنسبه لي هيبقى مفيد جدا. ليه؟ لعيب دبابه في نص الملعب، لعيب هو محرك نص الملعب، بيقطع الكوره وحركي يعني وحركه كتير. فهو لعيب ما بيقفش، لعيب بيتحرك كتير، لعيب بيقطع الكوره، لعيب بيستلم ويباصي ويلعب على طول. فهو دي الحاجه دي بيحبها سيميوني جدا 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 وبيموت فيها. اما لو رحنا لجارسيا، اليكس جارسيا، فهو اليكس جارسيا هو لعيب يديك روقان في نص الملعب، لعيب بيديك تمريرات صحيحه مظبوطه من الاخر، لعيب كويس جدا جدا. نص الملعب من الاخر محتاج لعيب متوازن، لعيب كويس جدا جدا، اللعيب اللي يجي يقدر يشيل نص الملعب مع اللعيب اللي هيكون جنبه، ايا كان بقى جوني كاردوزو، كوكي لو هيكمل، باريوس، ايا كان. فاي حد لازم هيكون جنب الراجل اللي هيجي، ايا كان جواو جوميز او اليكس غارسيا، فهيكونوا مفيدين جدا 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 لخطة اتلتيكو مدريد بنسبة 100%. اما بقى في الهجوم، فالاخبار اللي طالعه والكلام اللي طالع دلوقتي بيقول ان في كلام على المهاجم الشاب نيكولو تريزولي، لعيب هانوفر السابق ولاعيب كلوب بروج الحالي، واللي شفناه كان عامل اداء كويس جدا جدا، مش وحش مع كلوب بروج في دوري الابطال. ده احتمال يجي لو، خصوصا لو مشي سورلوس بنسبه 80% هيجي. وسيميوني بيدور على لعيب مهاجم محطه، يكون صغير في السن ولعيب جعان كوره وشاب ويكون كويس. هل هيفيد ولا هيضر؟ بالنسبه لي عشان احدد صفقه زي دي هي محتاجه سلاح ذو حدين عشان اقدر احددها هل هتكون صفقه كويسه ولا هتكون صفقه وحشه. صفقه كويسه لو هيجي
مكان سورلوس فعلا، وهيجي يلعب جنب الفاريز، او لو الفاريز مشي يبقى لعيب تقيل خبره يلعب جنبه. فدي هقول لك عليها هيديك وهيفيدك وهيديك للمستقبل كمان، وهتبقى صفقه كويسه جدا جدا جدا. ده لو الاداره هتجيبه علشان الصفقه دي وكده يعني لو هتجيبه بنفس الكلام اللي انا بقوله لك، لا هتجيبه كبديل لسورلوس مكان سورلوس لو مشي، وهيلعب جنب الفاريز لو كمل، لو الفاريز كمل، او جه حد مهاجم تقيل جنبه، اقول لك لعيب يديك للمستقبل ولعيب كويس جدا 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 كمان. اما اذا لكن الاداره جايباه اساسي يعوض الفاريز لو مشي، فدي هتبقى مخاطره كبيره جدا جدا جدا. هقول لك هتبقى مجازفه كبيره جدا جدا، وحاجه انت ما تتوقعهاش. يعني انت ما تستناش منه ان هو يديك البرايم الجامد العالي، لان هو لسه شاب. فانت مش هتجيبه من الدار للنار، انت جاي لعيب جاي من كلوب بروج، هتجيبه في اتلتيكو مدريد يلعب اساسي وهيكون نجم الفرقه، ومطالب منه ان هو يلعب يجي يحسم لك الفوز في الدوري وفي دوري الابطال وفي كاس اسبانيا وفي كاس سوبر. فدي هتبقى حاجه عبء عليه، ده لو هيبقى المهاجم اللي هو الاساسي التوب. لا، انما هل لو هيجي زي ما بنقول المهاجم الثاني يعوض او كبديل يعوض سورلوس وكده، فهتبقى حاجه كويسه جدا 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 جدا. وانا بالنسبه لي اتلتيكو مدريد لازم يجيب مهاجم يكون جامد، يكون مطحون ماتشات، يكون لعب ماتشات كتير، ومهاجم تقيل جدا جدا جدا. في مهاجمين كتير جدا وفي ترشيحات كتيره جدا، لكن لسه، ولكن دوت ابرز الترشيحات. اتلتيكو حاليا بيطبخ فرقه مرعبه للصيف عشان يضايق بيها الفرق في اسبانيا، يعني يضايق بيها الريال وبرشلونه، ويحاول ان هو ينافسهم على كل الالقاب، بالذات مع الاداره الجديده، اداره ابولو. فاتلتيكو مدريد انا عارف ان اتلتيكو مدريد عارف ان هو هيجهز صفقات تقيله جدا للموسم ده. اكتب لي بقى في الكومنتات يا معلم مين اللي اتلتيكو مدريد محتاجه يجي فورا هذا الصيف. وما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واستنوا الفيديوهات اللي جايه عشان الميركاتو لسه بيسخن. والسلام عليكم.